نزلت صورتي في وادي حيتان في الفيوم على جروب سفر، ولقيت عليها تفاعل كتير قوي وأسئلة أكتر عن المكان، خصوصا إني اكتشفت ناس كتير قوي زيي كانت متعرفش المكان. فقلت أحكي لكم عنه وأعرفكم إن بلدنا مليانة أماكن حلوة كتير قوي. المكان هو محمية وادي حيتان في الفيوم، اتسمى كده لأنهم لقوا حوالي 10 هياكل كاملة لحيتان متحجرة موجودة فيه، وبيقال إنهم من 40 مليون سنة. ولو رحت ركزت في شكل الجبال هناك هتلاقي المية لسه سايبة أثرها على الجبال. أما بخصوص الوقت، أنا رحت في يوليو، الجو كان حر جدا، بس موجود هناك كافيتيريا قعدنا فيها، بس هي كافيتيريا بدائية جدا، ممكن تقعد على كليم في الأرض عادي. ونسيت أقول لكم كمان إن المكان هناك ما فيهوش شبكة تليفون خالص، يعني لا مكالمات ولا نت، كأنك رجعت 100 سنة لورا، فصلان فصلان. أهم فترة بقى بتبدأ من بعد الساعة 6 المغرب، الجو حرفيا بيقلب طراوة وهوا، وكأنك على البحر في الساحل. تقوم بقى تستكشف المكان براحتك وتتصور. وشربت هناك أحلى كوباية شاي في حياتي، اسمه زردة أو زردة، يا رب أكون بقوله صح. أنا عموما مش بحب الشاي قوي، بس ده يتحب بصراحة، وشربت منه كتير قوي. أما الغدا كان عبارة عن فراخ مشوية مدفونة في الرمل، كان طعمها حلو جدا. نيجي بقى للفقرة الأهم اللي بنروح لها هناك، وهي ظاهرة الميلكي واي، واللي أخدت الصورة دي فيها، وبتكون موجودة في أيام معينة وفي أوقات معينة في الشهر، ودي أنصحكم تقروا عنها لأن صعب أشرحها في الفيديو. وبعدين حضرنا حفلة بدوي حوالين النار وغنينا واتبسطنا وشربنا شاي زردة تاني، وفضلنا سهرانين على الجبل للفجر عشان نروح بعد كده نشوف الشروق عند البحيرة المسحورة. نسيت أقول لكم، خلوا بالكم إننا كان معانا جواكت خفيفة لأن الجو بالليل بيبقى ساقعة قوي. رغم إننا كنا في يوليو، بس عادة هناك الجو بالليل بيبقى ساقع جدا. أتمنى اللي ما راحش الرحلة دي يروحها، هيتبسط جدا.